ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. روى الإمام أحمد والإمام مسلم رحمهم الله تعالى عن المستورد القرشي رضي الله عنه، كان جالسا في مجلس في وقت إمارة عمرو بن العاص رضي الله عنه لمصر، فقال المستورد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. على فكرة الروم لا يقصد بهم النصارى، إنما يقصد بهم الأوروبيون. ليش؟ لأن لو قصد بهم النصارى، طيب في عرب كانوا نصارى ما يسمون روم، الغساسنة نصارى ما يسمونهم روم، فالروم هو الأوروبيين اللي من جهة أوروبا، هؤلاء النصارى، العفو، هؤلاء هم الروم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة أو تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فعمرو استغرب فقال للمستورد: أبصر ما تقول. فقال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو، شوفوا عمرو ذكي جدا، هو من أذكى الصحابة وعنده قدرة تحليلية أنا لم أرى مثلها في التاريخ الحقيقة. فقال يحلل الآن فورا، شوف التحليل الجميل. قال: لئن قلت ذلك، يعني يكلم المستورد، انت تقول هذا وانا صدقك، فإن فيهم خصالا 4. ليش هم يستمروا يعيشوا يتكاثروا يظلوا وهم أكثر الناس يوم القيامة؟ ليش هؤلاء بالذات؟ يقول: لأن فيهم 4 صفات تؤهلهم للبقاء والاستمرار، ولو اتصفنا بها سنتصف بالبقاء والاستمرار. وأيضا شوفوا من المعنى الجميل، هو اعتراف بالإيجابيات، إيجابياتهم. يعني إحنا لما نشوف بعض الناس ما يرى في أوروبا ولا أمريكا إلا السلبيات، لا، فيهم إيجابيات كثيرة. شوف الإنصاف يعلمنا إياه الصحابة رضي الله عنهم، فنحن نتعلم هذا. وعلى فكرة في بعض الناس أول ما تذكر إيجابيات الغربيين فورا يذكر إيجابياتنا، هي ما عملية تنافس، نحن لسنا في تنافس. مطلوب منا ومنهم جميعا، مطلوب من كل البشرية أن تتصف بهذه الأخلاق الجميلة. فإذا عندهم وما عندنا نعترف بهذا. ليش؟ عندهم نظام مرور والتزام أكثر منا، احترام للوقت أكثر منا، فيجب أن نكون مثلهم. وإحنا عندنا أشياء ما هي عندهم، يجب أن يكون عندهم. فالجميل مطلوب من الجميع. الآن تحليل عمرو، يقول لماذا؟ يقول: إنهم لأحلم الناس عند فتنة. عندما تحدث فتنة، عند بلبلة عالمية ولا محلية، ما يهتزوا، حلم، ما ينفعلوا. الحلم يعني عدم الانفعال، وبالتالي يعطيهم القدرة على القرار السليم. فمطلوب عند الغموض وعند الفتن أن لا ينفعل الإنسان ويتماسك ويستمسك بالقرار السليم. ما زلنا في الحديث الذي يرويه الإمام أحمد والإمام مسلم: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. إذا أصابتهم مصيبة ما يطولوا، فورا يستفيقوا ويقدموا. هذه الاستفادة من الأحداث لصالحهم، فورا حدث كيف أتصرف؟ فهذه مسألة جميلة فيهم. والثالثة: وأوشكهم كرة بعد فرة. بعد ما ينهزموا أسرع الناس في الهجوم، بعد لما يحدث عليهم هجوم فورا يهجموا مرة أخرى. على فكرة هذه اللي هي سرعة إفاقة وأوشكهم كرة سريعة جدا، إلى درجة أن لما يحدث لهم حدث مثل أحداث سبتمبر ولا غيرها يظن الناس أنهم صنعوها. هم ما صنعوهم، يعرفوا كيف يستفيدوا منها. فنلغي نظريات المؤامرة.
ثم يقول الرابعة: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. واليوم صحيح لو حسبنا التبرعات الخيرية في العالم سنجد أن الأغلبية ليست من الدول المسلمة. على فكرة الدول المسلمة كلها لا تشكل إلا جزء بسيط من التبرعات العالمية، وأكثرها هي من أوروبا وأمريكا. ثم قال عمرو: وخامسة حسنة جميلة، ذكر شيء خامس: وأمنعهم من ظلم الملوك. يعني يمنعون ملوكهم من الظلم، يجبروهم على احترام الشعب طبعا، لكن يظلموا الشعوب الأخرى، لكنهم يمنعوا الملوك من الظلم. نحن أولى بهذه الصفات من الأوروبيين ونمدحهم فيها، فالمدح لهم ويجب أن نتصف بها. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر